يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. النهارده حلقتنا مميزه جدا. ولادي بقى راحوا المدرسه وقالوا لي ايه يا ماما لو سمحتي اعملي لنا حواوشي النهارده عشان نفسنا فيه. طبعا بما ان يعني الحواوشي سهل جدا، والسهل الممتنع او الصعب الممتنع زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت صعب جدا. صعب في ايه؟ صعب في العيش. يعني لو انت عملتي عجينه هتاخد منك وقت تخمير وان انت تجهزيها وتفرديها وتسويها، انما لو انت اشتريتي عيش لو موجود في المنطقه اللي انت فيها هيريحك جدا. فانا كنت شاريه ب50 جنيه عيش. ال50 جنيه الرغيف من ده ب2 جنيه. بيبقى رغيف حواوشي تخين شويه كده سميك عشان يقبل اللحمه فيه ويشرب الصوص بتاعها. فكنت حطاهم في الفريزر فطلعتهم علشان نسويهم مع بعض بالطريقه السهله اللي انتوا شايفينها دي. طبعا كنت عامله مخلل لسه طازه، عاملاه معاكم في الروتين اللي فات. وادي شكل اللحمه بتاعتي وما شاء الله عسل عسل عسل. طعمها خطير جدا. شويه كاتشب كده وشويه طحينه وبالهنا والشفا. بجد اللي ياكل رغيفين او رغيف ونص من العيش ده ما شاء الله يعني بيفضل طول النهار بطنه ملانه من حلاوته ما شاء الله. الكيلو اللحمه عمل معايا قد ايه؟ عمل معايا ال25 رغيف. عمل معايا وجبتين. يعني ايه وجبتين؟ شايفين كميه اللحمه فيه قد ايه ما شاء الله ومستويه. يعني عمل معايا الغدا اللي اتغدينا بيه، وفي نفس الوقت عينت في الفريزر كمان، وهقول لكم طريقه تفريزه من غير تسويه وبعدين تطلعيه تسويه ازاي. تعالوا ندخل على الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه. عملنا الكميه دي وكميه تانية اكتر منها كمان ما شاء الله عسل عسل عسل. اول حاجه عندي اللحمه مطلعاها من الفريزر قبلها بكام ساعه كده عشان تفك زي ما انتم شايفين. دي لحمه مفرومه كيلو. عشان هعمل الكيلو يكفيني مرتين. يعني احنا 6 افراد ما شاء الله. الكيلو هيغدينا غدوتين. حطيت كيلو بصل زي الكيلو بالظبط اللحمه المفرومه. وحطيت حوالي 100 جرام فلفل او حوالي 4 قرون فلفل وقرنين شطه حاميين. كل ده فرمته وسبته بميته، خلي بالكم، وعملت طماطميتين مكعبات صغيره. ليه بقى الخلطه دي؟ بصوا خلطه خطيره. وهحط كمان معلقه طحينه بيضه، معلقتين كمان يمكن عشان ده كيلو مش نص كيلو. وهحط ملح وهحط طبعا البهارات بتاعتي. فلفل اسمر اللي انتوا شايفينه ده فلفل انا محوجاه تحويجه خطيره جدا. وهحط عليه كمان بهار الحواوشي والبيكنج باودر. وهحط دقيق. هتقولوا لي استغربتوا العجينه دي كلها؟ شفت شكل اصلا اللحمه المفرومه في الرغيف العيش عامله ازاي؟ خطيره. دي خلطه الحواوشي وده 11 بهار كنت شارياه معاكم من جمله ماركت. الكيس تقريبا ب2 وربع حاجه زي كده. انا ما صفيتش ميه الخضار خالص ولا ميه البصل. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم الوقت ليه. السر في طعمهم اصلا. الميه بتبقى فيها الطعم الاصلي فمش هنقصها خالص، يعني هحطها بميتها. طب انا فرمته فين؟ فرمته في الكبه عادي خالص. فرمت البصل وفرمت الفلفل وفرمت مع البصل كام فص توم. يعني ما حطيتش بصل بس. طبعا الخلطه دي كلها وعليها الطماطم عشان الطماطم بتدي لها طعم حلو قوي. وهحط المكونات بتاعتي كلها بقى. هحط الطحينه وهحط الفلفل الاسمر والبهارات. واعرفي ان انت حاطه كميه كيلو، يعني تعملي مقدارك بتاع الملح ومقدارك بتاع البهارات. الطحينه بتدي لها طعم حلو قوي، بتبقى اطعم بكتير كمان من اللي بتيجي جاهزه، الحواوشي الجاهز يعني. الطحينه حلاوتها ان هي بتدي لها طعم غني كده، طعمه حلو قوي. ممكن في المرحله دي تضيفي قطعتين دهن او ليا لو انت حابه الحواوشي يبقى سمين قوي. انا استكفيت بالدهن اللي موجود معايا في اللحمه نفسها. اتمنى بس تجربوا الطريقه دي، بتزود معاكي الكميه جدا. شوفوا الكيلو هيبقى اكتر من 2 كيلو لان حاطه كيلو بصل قد كيلو اللحمه. هتقولي البصل غالي ب20 جنيه، بس هيبقى ارخص من اللحمه 280. فهيزود معاكي الكميه. ده ال11 بهار. يعني بدل ما احط كمون وكزبره وفلفل اسمر وبابريكا والكلام ده كله حطيت ال11 بهار وزودت الفلفل الاسمر اللي انا محوجاه. ودي خلطه الحواوشي بتشترى كده جاهزه، تقريبا الكيس ب7 جنيه او ب5 جنيه مش فاكره. المهم افضي الكيس ده كامل على الكيلو. لو انت هتعملي نص كيلو فاعملي نص كيس. كده لسه ناقص البيكنج باودر. هحط حوالي معلقه. يعني كان في الكيس ده حوالي معلقه كده فضيتها. وهحط معلقتين او 3 دقيق. طب ليه الدقيق والبيكنج باودر؟ طبعا هنحط البصل وهنحط الخضار ده كله، هنيجي نبص نحس ان هي كتمت معانا شويه. فهعمل ايه بقى؟ انا هعمل ايه؟ هاخد البيكنج باودر يفتح معايا العجينه عشان ما تبقاش مكتومه. ومعلقتين الدقيق هيمتصوا معايا الميه اللي في البصل والميه اللي في الطماطم والميه اللي في الفلفل والميه اللي هتنزل من اللحمه. وهتخليهم يمسكوا معايا في رغيف العيش. فهتحس ان انت عامله رغيف حواوشي عجين مش رغيف حواوشي جاهز وبتشتغلي فيه. هفضي بقى الطحينه دي كلها اهي وهعجن بقى عجين كويس. اهم حاجه عجين الخضار مع اللحمه عشان الطعم والقوام يبقى ناعم.
شوفوا بضغط عليه اهو اكني بكبسه كده، وبعدين هعجنه كويس جدا لغايه اما يختلط ببعضه ويبقى اللون اللي هوريه لكم حالا. على فكره ممكن تضيفي ليه بصل عشان تزودي قيمته الغذائيه، قصدي جزر، ممكن تزودي عليه اي خضار انت حباه. بس شوفوا حتى اللحمه باينه فيه كتير اهي، بالرغم من اني حاطه بصل كتير وحاطه طماطم وحاطه فلفل، الكميه بقت معايا مضاعفه. وهنمسك بقى العيش انا طلعته يفك، شايفين الرغيف تخن ايه؟ هفتحه بس طرفه بالسكينه كده، وانا مجهزه بنتي واقفه جنبي وماسكه كيس فاضي بحيث ان العيش ما ينشفش معايا. همسك بقى رغيف برغيف افتح جنب منه كده عشان ابدا احشي، لان طبعا لو انت حشيتي شوفوا اهو بيتفتح معايا لان هو سميك تخين، سمكه تخين مش رقيق. عيش الحواوشي بيبقى تخين شويه مش رقيق. هو المشكله ان هو احمر، هو المفروض يبقى فاتح خالص ما يبقاش باللون ده عشان بيكمل تسويته في الفرن. بفتح بطرف السكينه كده جزء من الرغيف حوالي نصه وابدا احشي على طول. اهم حاجه لازم عيش الحواوشي يبقى قابب زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى الجزء الفوقاني منفصل عن التحتاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه يا جماعه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. فتحه صغيره كده وبتكملي بايدك عادي اهو. هاخد بقى قطعه من اللحم زي كوره كده، هبدا اكورها كده واحطها وافردها في قلب الرغيف، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. بصي هعمل 25 رغيف، عين نصهم في الفريزر. طب بخزنهم ازاي في الفريزر؟ بحطهم في كيس وبحط تحتهم طبق عشان في الفريزر لو حطيتي حاجه عليهم او جنبهم او كده ممكن العيش يتني بالحشوه بتاعته. انما انا هعمل ايه؟ هحط تحتيهم طبق واحط العيش فوق بعضه في الفريزر في كيس واحطه في الفريزر. اهم حاجه كيس عشان خاطر العيش ما يحمص معاكي. وبحطه في جنب كده في الرف وبسيبه وقت ما بستخدمه بطلعه قبلها بساعه، وبعدين ابدا اسويه بعد ساعه كده يكون فك، احطه في الفرن. وهوريكم طريقه تسويه ده بالظبط، نفس التسويه هي اللي هتسوي بيه. شايفين ما شاء الله قطعه اللحم ما شاء الله حلوه اهي. هي الكرة دي يا دوبك على قد الرغيف، مليته كله اهو. هغطيه واعمل غيره لغايه اما اخلص الكميه اللي معايا كلها. اهم حاجه زي ما قلت لكم العيش يبقى منفوخ زي ما انتم شايفين كده، ما يبقاش مبلط، لان لو مبلط مش هتقدري تحشيه. ما شاء الله ادي الكوره بتاعتنا اهي. انا يعني بعيرها بايدي كده بكبس عليها بشوف حجمها قد ايه عشان تبقى زي اختها بالظبط، ما يبقاش حد واخد رغيف مليان ورغيف فاضي. طبعا دي هتوفر عليا بقى ان اطبخ واعمل. هتقعدي قدام الفرن شويه صغيرين بتاع البوتاجاز وخلاص. وعلى فكره ممكن تسويهم في الطاسه، تدهنيها دهنه زيت زي ما هوريكي وتحطيهم في الطاسه وتهدي عليهم وتغطي عليهم عشان اللحمه نيه، اللحمه نيه عايزه تستوي. دي طريقتي اهي في عمل الحواوشي. العجين انا عملته معاكم قبل كده، لو حابين اعمله معاكم العجينه نفسها، لو ما انتش لاقيه مكان بيبيع العيش ده اللي هو عيش الحواوشي، ممكن تكتبي لي في التعليقات وانا اعمل لك العجينه مره تانية ان شاء الله. ما بتقعديش بقى تفتحي في العيش ولا حاجه، لا هي العجينه بتتعجن وبتتخمر، مسافه ما تتخمر بتفردي وتحشي وتفردي تاني تحطي في الصاج. هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها اهي. شايفين حطاها في كيس كبير من بتوع العيش، ادي شكل الحشوه اللي فيها ومجهزه الصاج اللي هرص فيه. شايفين الحشوه ما شاء الله زي العسل. العيش عشان كان في الفريزر فبدأ بقى ايه يبتول كده يعني اكنه بايت يعني. عامله بقى ايه كل رصه 6 و6 12 و12 24 والرغيف اللي في النص ده ال25. هعملهم هيكفونا ان شاء الله مرتين، احنا 6 افراد حتى فاض منهم تقريبا كام رغيف كده. ولادي تاني يوم فطروا بيه اهو. ما شاء الله الحشوه حلوه جدا ومكفيه وفايده كمان. يعني هاخد النص واسيب النص في الكيس كده واحط تحته صينيه رفيعه كده استانلس وهحط الصينيه لازم ادهنها او الصاج لازم ادهنه زيت زي ما انتم شايفين. فانا طبعا بخيت كام بخت زيت كده وهبدا ارص العيش بتاعي. الفرن مشغلاه على اعلى درجه حراره ومشغله المروحه، او لو مفيش مروحه تشغليه على اعلى درجه حراره من تحت ومن فوق هادي خالص، وتحطيه على الشبكه زي ما هوريكي بالظبط. هبدا ارص الحواوشي بقى وابخ عليه كل واحد بخة زيت كده عشان ياخد اللون الحلو اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. طبعا الكهرباء كانت لسه شغاله، وسبحان الله بقى على ما جيت اصور معاكم كانت الساعه 3 وشويه، والكهرباء بتقطع عندنا الساعه 3 العصر، فما عرفتش اصور معاكم المقطع بتاع التقديم في الكهرباء، فعشان كده كانت الصوره مدغيمه شويه مش منوره قوي كده. خلاص بخ بقى على كل واحد وهبدا ادهنه بالفرشه
البخاخه دي كنت جايباها من راس البر، حلوه جدا، نفعتني. هي بتبقى الاير فراير او اي حاجه عايزه زيت قليل يبقى عليها. ادهنه بقى دهنه كويسه كده اهي، يعني همشي الفرشه كده عشان العيش كله يبقى واخد من الزيت. وعلى الفرن على طول. الفرن ساخن مسبقا، بيتسخن حوالي بالظبط يعني ايه 5 دقايق قبل ما تدخلي فيه الصينيه. والصينيه بتاخد حوالي برضو 5 دقايق في الفرن، ما بتطولش عن كده. ادي الصينيه اهي، انا منزله الشبكه تحت ومشغله المروحه، وبدات بقى ايه اخلص الكميه بتاعتي كلها. وادي شكلها ما شاء الله، متحمر خالص فوق وتحت وطري، والطروف مقرمشه حلوه كده، والنص برضو مقرمش قرمشه خفيفه، وطري في نفس الوقت، جميل جدا، طعمه حلو قوي. عايزه تعمليه في الطاسه اعمليه. شايفين اللون عامل ازاي؟ ده من دهنه الزيت الخفيفه اللي احنا حطيناها له. طبعا المخلل ده انا عملته معاكم، طعمه حلو قوي مع الحواوشي، ما شاء الله طعمه خطير. هفتح بس رغيف عشان اوريهولكم واوريكم قد ايه الحشوه اللي فيه كويسه جدا، ومسكت مع قلب الرغيف نفسه بشويه الدقيق والبيكنج باودر، هما اللي عملوا الحركه دي. عفوا. اتمنى بس حلقه النهارده تعجبكم وتحوز رضاكم، وتحرموني من لايك ومن كومنت حلو كده من ايديكم الحلو. انا قطعته اهو بالسكينه، شايفين الحشوه عامله ازاي في قلبه؟ ما شاء الله، بالهنا والشفا. اتمنى الحلقه تعجبكم. شويه كاتشب بقى كده محترمين هيظبطوا معاكي الشكل بتاعه. اسيبكم في رعايه الله، وما تنسونيش وتذكروا الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. الى اللقاء في الحلقه الجايه.